عمرك حسيت انك وصلت للنهاية؟ كل الابواب اتقفلت وكل الناس بعدت والمشكلة وقفت قدامك زي الجبل الضخم، بس تصدق انك ممكن يكون دي بداية جديدة. في اوقات كتير ربنا بيسمح بتجارب صعبة جدا، يمكن مرض يهد الصحة او خسارة كبيرة توجع القلب او حتى خيانة من اقرب الناس. في اللحظة دي نحس ان حياتنا انهارت خلاص، ولكن الحقيقة ان اللحظة اللي بنشوفها نهاية ربنا بيحولها لباب جديد مليان بركة. زي يوسف الصديق اتخان واترمى في البير واتباع كعبد واتسجن ظلم. كل خطوة كان شكلها أصعب من التانية، ولكن كل واحدة فيهم كانت الطريق اللي وداه لكرسي الملك. وربنا يسوع نفسه الصليب اللي كان في نظر الناس عار وهزيمة هو نفسه اللي بقى سر الخلاص للعالم كله. ربنا قادر يحول حزنك لقوة وانكسارك لشفاء وهزيمتك لانتصار. يمكن دلوقتي مش فاهم ليه بتعدي بالظروف دي، بس صدقني بعد شوية هتبص ورا وتقول ده أعظم خير من ربنا عمله معايا. ولو انت كمان مريت بلحظة افتكرت فيها النهاية وبعدين اكتشفت انها بداية جديدة، احكي قصتك في الكومنتات وخلي الفيديو يوصل لحد محتاج يسمعه النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان نكمل الرحلة مع بعض.